اهم حاجه في اجراءات تسجيل او اهم عنصر في اجراءات تسجيل العلامات التجاريه هو مرحله فحص العلامه التجاريه قبل ايداع طلب التسجيل الخاص. لما بيجي حد ينشئ علامه تجاريه او يجي بعد انشاء العلامه التجاريه عايز يسجلها، المفروض ان هو يتقصى او يستعلم عن امكانيه تسجيل الاسم ده العلامات التجاريه كعلامه تجاريه على النشاط اللي انا بشتغل فيه من عدمه. يعني ايه؟ يعني انا الاول عندي اسم لمنتج زيت المفروض ان انا عايز اسجله كعلامه تجاريه، المفروض ما اعملش لوجو ولا اعمل تصميم ولا امشي في اجراءات طباعه الا لما اتاكد الاول من الاداره العامه للعلامات التجاريه ان السجلات بتاعتها ما فيهاش اسم مشابه لهذا الاسم او مطابق لهذا الاسم. بقدم فحص رسمي للاداره العامه للعلامات التجاريه. الفحص الرسمي ده بياكد لي ان العلامه دي متاحه للتسجيل من عدمه. لما استلم شهاده فحص رسمي تؤكد ان الاسم متاح للتسجيل، اقدر من خلال هذه الشهاده ان انا امشي في اجراءات تسجيل العلامه التجاريه. لو الشهاده طلعت بوجود تعارض، ساعتها بننصح بتغيير الاسم او تعديله على حسب التعارض اللي طالع في شهاده